سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، سيدات والسادة النواب البرلمان وغرفتيه إذا وجدوا بيننا، سيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، سيدات والسادة أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، سادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، سيدات والسادة أعضاء الأسرة الإعلامية، سيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف الأول، بداية أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى كل السيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي في العهدة المنقضية على جميع المجهودات التي بذلت من طرفهم قصد المساهمة في مسار تنمية الولاية وإيصال انشغالات وطموحات سكانها بمعية مختلف مسؤولي القطاعات للتكفل بجزء ولو بجزء منها أو بجزء كبير منها في حدود ما تتوفر في إمكانيات. أيها السيدات والسادة الحضور الكرام، أستغل هذه الفرصة لأتوجه برسالة تقدير وعرفان إلى كل الجهات التي ساهمت في إنجاح انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 على مستوى ولايتنا، وأخص بالذكر الجهات الأمنية من الدرك الوطني، الأمن الوطني وأفراد الجيش الشعبي الوطني، إطارات وأعوان الدولة على جميع المستويات، الولاية والدوائر والبلديات، كما أن الشكر والتقدير موصول كذلك إلى جميع التشكيلات السياسية والقوائم الانتخابية التي شاركت في هذا الحدث التاريخي والهام، والتي لمسنا منها حسن مدني وعي عالي منذ انطلاق مرحلة التحضيرات لهذا الاستحقاق، حيث سجلنا تجاوبا فعالا من طرفها، ووقفنا على التزاماتهم بالنصوص القانونية لتحكم العملية من بدايتها إلى نهايتها، أي منذ انطلاق عملية السحب وإيداع الترشيحات على مستوى الولاية، كما نثمن كذلك روح المسؤولية العالية لديها والتي وقفنا عليها خلال الحملة الانتخابية التي سعت إلى استمالة الناخبين إليها من خلال شرح برامجها الانتخابية بكل حرية وديمقراطية دون تسجيل أي حوادث من شأنها أن تعيق السير العادي والحسن للحملة الانتخابية. زد على ذلك النسبة المشاركة التي كانت والتي فاقت التوقعات، كما أثني كذلك على الالتزام التام بقواعد اللعبة من طرف هذه التشكيلات السياسية والقوائم يوم الاقتراع منذ بدايتها إلى اختتامها. ومع انتهاء العملية الانتخابية أتوجه من أعلى هذا المنبر بالتهاني الخالصة إلى جميع المنتخبين الفائزين في هذا الاستحقاق والثقة التي وضعت فيهم من طرف مواطني هذه الولاية، وأتمنى لكل مترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في التوفيق في طموحاتهم السياسية في الاستحقاقات المقبلة مع دعوتهم للمشاركة في مختلف عمليات التنمية المحلية. وعليه أتوجه كذلك مجددا إلى كل المنتخبين ومختلف التشكيلات السياسية للعمل سويا مع الهيئة المنتخبة والهيئة التنفيذية قصد الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام خدمة للصالح العام والتكفل الأمثل بانشغالات وطموحات هذه الولاية المجيدة والشامخة والمجاهدة. أيها السيدات والسادة الأفاضل، إن المجهود التنموي لن يأتي ولن يكتمل إلا بتضافر جهود جميع الشركاء، منهم منتخبين، المجتمع المدني، الجمعيات، المتعاملين الاقتصاديين، الصناعيين، رجال الأعمال والجامعة وغيرهم، في إطار التنسيق المحكم والدائم والمستمر مع التأكيد لكم وتعهدنا للاستماع إلى جميع الاقتراحات التي تتقدمون بها في هذا الإطار والتوجه معها
بما يخدم المصلحة العامة، وهذا ما ميزة منتهجين مع منتخبي العهدة المنقضية. وفي الختام، وقبل فتح المجال لانتخاب رئيس مجلسكم الموقر، أجدد لكم الشكر والتهاني الخالصة على تزكيتكم من طرف مواطني هذه الولاية، متمنى لكم جميعا على كل مستويات الولاية والبلدية كل التوفيق والنجاح، المجد والخلود لشهداء الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.